السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة محمود موس الرياضية. النهاردة هنتكلم عن ماتش الزمالك وأسوان اللي اتلعب امبارح، والزمالك فاز بنتيجة 1-0. بس قبل ما نخش على الفيديو ما تنساش الاشتراك ولايك كده وتعليق حلو منك، فمش هنطول كتير. يلا بينا للمقطع. السلام عليكم مرة تاني. النهاردة هنتكلم زي ما أنا قلت عن مباراة الزمالك وأسوان، والزمالك فاز الحمد لله بنتيجة 1-0. هتقول لي عندنا سلبيات وإيجابيات في المباراة، طبعا أكيد. المدرب لسه ما أوجدش التشكيلة الأساسية اللي يقدر يتحكم فيها في المباريات الجاية، اللي هم 7 مباريات لنهاية الدوري. وبالنسبة لنا كده كده الدوري خلاص ده انتهى، وتقريبا ممكن المركز الثاني برضو يضيع لو الحظ طلع معانا ونادي فيوتشر او بيراميدز وقعوا في 3 ماتشات من اصل 7 لفيوتشر ومن اصل 9 لبيراميدز، خصوصا ان بيراميدز عنده مباراتين مؤجلتين مع فريق الاهلي، وان شاء الله لاول مره ممكن نشجع الاهلي. والمباراه الثانيه هتبقى مع الاتحاد السكندري، وهنشوف دلوقتي. الاهلي طبعا مش بعيد عن المنافسه خالص، لان الاهلي عنده 53 نقطه تقريبا، وعنده اكتر من 6 ماتشات، يعتبر خلاص حسم الدوري. فيوتشر عنده من 27 مباراة عنده 51 نقطة. بيراميدز من 25 مباراة عنده 49، واحنا قلنا انه عنده مباراتين مؤجلتين مع الاهلي والاتحاد. الزمالك بالفوز ده من 27 مباراة عنده 46 نقطة في المركز الرابع. الزمالك محتاج ان الاهلي بيراميدز يقع ماتشين، اللي هو قصاد الاتحاد وقصاد الاهلي، عشان خاطر يقدر ينافس على المركز اللي هيوصلنا ان شاء الله للبطوله الافريقيه. لان لو الماتشات ثبتت على هذا الموضوع فالزمالك للاسف مش هيلعب في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. فان شاء الله الزمالك قدها وقدود. احنا هنبص بقى على التشكيله الجديده اللي لعب بيها المدرب الزمالك، خصوصا ان الونش زي ما انتم عارفين الاصابه بتاعته قطع جزء بسيط في الرباط الصليبي. عندنا حراسة المرمى محمد صبحي، سكر ناحية الشمال، وحسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي. عندنا شيكابالا ودونجا والرؤى اللي للأسف مستواه رجع للصفر تاني. واحمد سيد زيزو قدامهم. مصطفى شلبي اللي دلوقتي بجد احنا كنا بننتقده في اكتر مباراة، بس الماتش ده بالذات بصراحة قدر يحسن من نفسه ويوصل للمستوى اللي عن طريقه الزمالك فكر فيه وانه يضمه لنادي الزمالك. عندنا سيف الدين الجزيري وابراهيم نضاي اللي هو يعني مستواه في الماتش ده اثبت انه بيتحسن شويه شويه، ولازم الزمالك يستنى عليه، لان احنا عندنا المنطقه دي ما عندناش خالص لعيب بالقدم اليسرى، الا عندنا 2 بس، شيكابالا وابراهيم نضاي. والحته دي لازم تكون فيها واحد بيفهم كوره، اللي عنده حته الار2 مهمه جدا. لازم عنده الفينش سريع، ولازم تكون الكرة بتاعته قوية، خصوصا لو ضم على منطقة الجزاء وشاط الكرة بطريقة حلوة. الزمالك لا بديل عن الفوز في ال7 مباريات اللي جاية. انا ماليش دعوة بالمنافس بتاعي، المنافس ده ممكن نفكر فيه انا بقية الزمايل اللي هم المشجعين لنادي الزمالك اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا. احنا بس اللي بنفكر واحنا اللي نخطط، لكن بالنسبة للاعيبة الزمالك ما تفكرش خالص الا في المكسب. ال7 مباريات اللي جايه هم بالنسبه لهم، بالنسبه للزمالك حياه او موت. يعني 21 نقطة ممكن يفرقوا جدا مع الزمالك، خصوصا لو الفرقتين التانيين اللي هم فيوتشر وبيراميدز اكيد مليون في المية هيقعوا. والزمالك انا خايف انه يقع في اي ماتش تعادل او غيره. الزمالك لازم يلعب في ال7 ماتشات اللي جايين في انه عايز يكسب نقاط، كانه بيلعب في مجموعه لازم يكسب ال7 ماتشات عشان يقدر يصعد. الزمالك لعب باسلوب حلو، بس برضو نتيجه 1-0 مع فريق زي اسوان. ما انا ما بقللش من اسوان، بالعكس فريق محترم وفريق كبير وليه وزنه وليه لعيبته، بس لما يكون الفريق المنافس اقل حاجه يكسبه 3-0، فانت فريق كمنافس للنادي الاهلي انك انت على الاقل تفوز 2-0 3-0 4-0. بس انك انت تفوز 1-0 في الدقيقه 46 من اللي هو في نهايه الشوط الاول، وانت مهدد انك انت في اي لحظه ممكن تتعادل، ده صعب جدا. الزمالك لازم
يعيد من التفكير بتاعه، انه طول ما هو جاب الجون الاول لازم يفكر في الثاني والثالث، وبعد كده يرتاح زي ما هو عايز. لانك انت لما بتجيب جون واحد بتكون طول المباراة تحت ضغوطات، خايف تهجم، خايف تنزل تبديل مش كويس ممكن يسبب لك مشكلة. انت دفعت في، خرجت ناس من الهجوم ونزلت خط ناس من خطوط الوسط. ده بيثبت انك انت عايز تحافظ على الهدف. بس الكورة دي ممكن تضيعك في اخر دقيقة، وحصلت كتير قوي في ماتشات بالنسبة لهم بتبقى دوريات، وفي للأسف في اخر الدقايق بيدخل فيه الجون فبتضيع كل احلامك. الزمالك مش هقدر اقول عليه، انا مش عايز منه حاليا طول الدوري، مش عايز منه اداء، انا عايز منه نتائج. انا كفايه على انه ما يلعبش خالص، اهم حاجه يجيب الثلاث نقط. احنا مش هنقدر نتكلم عن اداء دلوقتي لان خلاص الدوري بقى في مع النادي الاهلي، فما نقدرش نتكلم، المنافسه خلاص انتهت. يعتبر بنسبه 85% مفيش منافسه بيننا وبين الاهلي. احنا دلوقتي بننافس على المركز الثاني للاسف مع فيوتشر وبيراميدز، اللي هم عندهم حلم وطموح انهم يوصلوا دوري ابطال افريقيا. مش هقدر اتكلم، مش هقول احنا نسبتنا ان احنا نصعد للمركز الثاني 40%، خصوصا ان بينك وبين بيراميدز لو فاز الماتشين هيبقى اكتر من 7 نقط. يعني الموضوع صعب. احنا مش عايز انا اجي على اللعيبه في اخر الموسم، او كل اي حد جمهور الزمالك يجي على اللعيبه، لان احنا بالنسبه لهم بندعمهم عشان خاطر يكسبوا ال7 ماتشات اللي جايين ب11 نقطه. مش قليلين خالص، ممكن يحصل مفاجآت في الماتشات اللي جايه بالنسبه للثلاث فرق اللي هي الزمالك وفيوتشر وبيراميدز. الجهاز الاداري بتاعنا، او مش هقول الجهاز الاداري، لا نركنه على جنب، احنا بنتكلم دلوقتي على المدرب والسكواد اللي معاه، لازم يدعموا اللعيبه كويس. المدرب لازم نديله حقه. خلاص الدوري بتاعنا زي ما هو عايز يحط التشكيله، احنا ما بنعلقش عليه خالص، لانه مدرب جديد ما يعرفش اللعيبه، ما يعرفش امكانياتهم. يا ريت الاداره ايا كان الاداره الحاليه او الاداره الجديده لازم تتيح الفرص للمدرب ان هو يختار اللعيبه اللي ينفع تلعب معاه، خصوصا ان دلوقتي في لعيبه كتير خلاص بالنسبه لهم، في منهم هيطلع اعارات وفي منهم هيطلع هيتباع خالص. مصطفى شلبي كان هو نجم المباراه من وجهه نظري انا، نعم انا كنت بنتقده في حاجات كتير قوي، بس في الماتش ده لا، اثبت نفسه، كان اكتر خطوره بتيجي من عنده هو. الزمالك محتاج لعيبه صغير في السن، لان اغلبيه الناس اللي موجوده عندنا للاسف اسماء بدون اداء، وده غلط في الكره. ممكن فريق صغير يحرج فرق كبيره، فالفكره كلها انك انت لازم تجيب لعيب لسه ما شافش نفسه، ما تجيبش لعيب اصلا شايف نفسه والناس شايفاه عشان خاطر يقدر يديك ويثبت نفسه. فانت عايز لعيبه لسه عندها الروح، ما تجيبش ليا لعيب شبعان. مشي لعيبه وهات لعيبه جديده، خليك زي الفرق اللي هي زي سان داونز. انا بالنسبه لي مثل الاعلى في الكره الافريقيه كلها هو سان داونز، بيجيب لعيبه من مغموره في افريقيا بوصلها للعالميه. ليه؟ لانه اصلا فريق ما عندوش اللي هو الامكانيات اللي تجيب لعيبه غاليه، فهو بيجيب لك لعيبه من مغموره في افريقيا وبيطلعها لك، انت بتشوفها سوبر وبتكسب فرق بالملايين. بس الفكرة كلها بالفكر، وعندهم الثقة في لعيبتهم، مفيش فرق بين واحد والتاني، اي حد بينزل بيثبت نفسه. عشان كده فريق سان داونز دلوقتي اخر 10 سنين بقى من اقوى الفرق اللي ممكن تخاف منها او تلعبها، اللي هي كانت من حوالي 12 13 سنة مش مذكورة اصلا سان داونز. فمبروك للزمالك. انا مش هقدر اتكلم عن اداء، انا عايز نتيجه زي ما انا قلت لكم، لان احنا بالنسبه لنا ال7 ماتشات دول اهم 7 ماتشات لنا في الدوري، عشان نقدر ندخل كاس افريقيا، وساعتها بعد كده لينا مليون الف كلمه وكلمه والف نقاش، عشان خاطر نساعد الاداره ونساعد المدرب انه يشوف مين اللعيبه اللي تصلح تلعب في نادي الزمالك ومين اللي ما تصلحش. احنا مش عايزين نحكم ولا عايزين نهاجم، يا ريت كل الزملكاويه ما تهاجمش اي لعيب من لعيبه الزمالك، لازم نقف معاهم. هم دلوقتي حطوا نفسهم في الموقف ده للاسف من مباراه الاسماعيلي، بس ما نقدرش نتكلم خالص. احنا عايزين دلوقتي الدعم، كل الدعم مع لعيبه نادي الزمالك عشان يرجعوا تاني للكره الافريقيه. مش هتكلم في حاجه تانية عايز اقولها، صح. الف مبروك للزمالك في كره اليد.
اثبتوا جدارتهم. مبروك لهم انهم قدروا يرجعوا هيبتهم تاني بعد ما خدت لها مده كل الصحافه تتجه للفريق المنافس. انتوا مكانكم، احنا ككره صاله الزمالك فوق فوق. الف مبروك لكره اليد، وان شاء الله عقبال لما نفرح ببطوله افريقيه لكره القدم. واخر الفيديو ما تنساش تشترك او تحط لي تعليق على ايه اللي شايفه في الزمالك ممكن احنا نغيره عشان خاطر يرجع تاني للمنافسات في افريقيا، ويرجع تاني يرعب افريقيا، خصوصا ان احنا اكتر من 20 سنه بعيدين كل البعد عن المنافسات الافريقيه. مش هقول لك كاس الكونفدراليه اللي عدى او كاس السوبر، احنا عيوننا على كاس افريقيا، دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه نكون غير، ونكون غير فعلا مش قولا بس. كل كلمتين اللي كنت هقولهم في الفيديو عن المباراة. بس ما تنساش تدعمني تشترك في القناة ان شاء الله. والزمالك بإذن الله الماتش ده هنكون معاه عشان نشجعه اكتر واكتر، وبإذن الله بدل 1-0 يكون 3 و4-0. السلام عليكم.